قبل دقائق من غروب شمس أمس الثلاثاء، توجه علام أحمد صاحب 44 عامًا موظف لاصطحاب ابنته من الدرس، وكان ذلك في أحد المناطق التابعة لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية. وبعد مكالمة جمعتهما سويًا استغرقت عدة دقائق. هستناك تيجي تاخدني يا بابا عشان نروح سوا، حتى استقرت قدماه إلى المكان ليسمع صراخ ابنته وفي مشادة كلامية مع أحد الشباب. الواقعة التي أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي وثقتها كاميرات المراقبة التي رصدتها في فيديو مدته 120 ثانية، وساعدت رجال الشرطة في كشف غموض الواقعة. وكانت اللحظات الأخيرة في حياة موظف الشرقية عندما ذهب في لهفة واستعجال، وتدخل حينها دفاعًا عن ابنته، ووجه العتاب لأحد الشباب، وكان ذلك اعتقادا منه أن تدخله سوف ينهي الأزمة والمشادة الكلامية. لكن سرعان ما تحول الأمر إلى تراشق بالألفاظ، وقام الشباب بالسخرية منه أمام ابنته ليسقط جثة هامدة على الأرض متأثرا بإصابته بأزمة قلبية وفقا للتشخيص المبدئي خلال وصوله إلى المستشفى. بحسب كلام شهود العيان عن الواقعة للوطن، الشباب تركوه وفروا هاربين، والبنت فضلت تصرخ لحد ما ولاد الحلال نقلوه للمستشفى، ليفاجأ الجميع أنه لفظ أنفاسه الأخيرة ومات. لذلك خضع المتهمان أمام فريق نيابة منيا القمح للإدلاء باعترافات تفصيلية حول الواقعة التي أوضحت التحريات الأولية أنه تسبب في وفاة الأب نتيجة سبهما له والتعدي عليه بالألفاظ. وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات. هكذا كانت حكاية رحيل موظف الشرقية توفى دفاعا عن ابنته أمام طالبين تعرض لها في الشارع. انتظروني في حلقة قادمة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.